لك الأسباب، ولا وصفة أبو عبد الله ولا غير أبو عبد الله. هو يشفين، مش حد تاني. معانا راجل طيب ربنا أكرمني بيه. مش عايز أتكلم كتير. هو أكتر واحد يحكي عن معاناته. سمع الناس. الحمد لله رب العالمين. تسلم ابو عبد الله، ربنا يبارك فيك ويبارك في صحتك يا رب. الموضوع يا جماعه هنا الحمد لله رب العالمين، انا بقالي يجي 9 سنين بتعالج عند دكاتره، حتى لحد ما انا جبت اعشاب من على النت. يعني ده اخر حاجه وصلت لها، ان انا جبت حاجات من على النت واشتغلت بيها برضو مفيش فايده. ربنا اكرمني بابا عبد الله بالصدفه، رنيت عليه قلت هو مش هيرد عليا يعني اكيد، قلت صدفه. رنيت لقيته رد. انت فين؟ قلت له انا من المرج من هنا. طب تيجي لي دلوقتي؟ هو اللي قال لي تيجي لي دلوقتي. استغربت، تيجي لي دلوقتي؟ قلت له طب اجي. مفيش ساعه كنت عنده، والحمد لله رب العالمين. يعني كنت داخل على حاله برضو شاب 22 سنه، انا عندي 33 سنه. لقيت شاب قاعد برضو نفس الاعراض اللي عندي، وكان خارج كويس جدا وبيشكر في الموضوع. استنيت دوري، دخلت الحمد لله رب العالمين لسه خارج. والموضوع طول معايا شويه عشان انا بقالي يجي 9 سنين تعبان، بس الحمد لله رب العالمين يعني كان في فايده، وحسيت بنفس وحسيت بروح، والحمد لله رب العالمين. ربنا اكرمني بابو عبد الله، الحمد لله رب العالمين. ربنا كريم ورحيم يا أخوانا. أنا كل يوم عندي ناس هنا من بره مصر ومن جوه مصر ومن كل حتة بتمتع. المتعة الحقيقية عندي الناس قدامي تتعافى، ربنا يجعلني سبب، مش أكتر من كده. فأنا قلت ربنا يجعلني سبب. فالراجل ده بيقول لي أنا تعبان، خليه يستنى. قلت له تعالى لي دلوقتي. إيه؟ قلت له تعالى لي دلوقتي. المهم جه، طبعا هو مش مصدق إن أنا أرد عليه. أنا مين عشان ما أردش على الناس؟ أنا أقل واحد. أنا ربنا شرفني بخدمة الناس. أنا مفيش كومنت حد يخش لي على الخاصة لما برد عليه، حد يتصل بيا برد عليه، أنا ما بحبش الكلام كتير. أفعالي هي اللي بتقول. أما الناس تيجي لك من جميع الدنيا، فده هو راجل أهوت شاب كان داخل يعني ما يعلم بحاله إلا ربنا، ودلوقتي خرج إنسان تاني. قال لي لا، ده أنا هستمر 3 أيام، ده أنا هعمل ده معايا. فأنا عايز الناس تتعافى، مش عايز الناس وخلاص كده ماشيين. مش عاوز الناس تتكلم وخلاص، عايز الناس تتعافى بجد. لا قلت له انا دكتور، ولا طلبت منك حاجه يا ابني، لا، ولا قلت له انا بطلب عايز كشف ولا استشاره. كل ما في الامر قلت له هتدفع حق القهوه اللي انت استخدمتها، وهتدفع حق الحقنه الشرجيه اللي انت استخدمتها. حصل. غير كده انا ما عنديش حاجه ابيعها لحد، ولا بقول لحد، ولا بدعي دعوه مش بتاعتي. انا بقول انا مجرب، فربنا انعم عليا وشفاني. فكر. وانا لو انا انسان انتهازي ما كنتش قلت الوصفه لحد، ولا نزلتها في حوالي 3 4000 فيديو على اليوتيوب والتيك توك وكنت خليت ناس توابير من هنا لاخر الدنيا. لا، ربنا بارك لي وشفاني وعافاني، وعاهدت ربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اكتمش اي علم، وعاهدت ربنا ان انا اوصل الخير للناس، والحمد لله ربنا وفقني في هذا الامر. ماشي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كريم ورحيم. اخوانا انا بتكلم اللي انا بحسه. الراجل ده والراجل اللي قبليه شباب من خيرة الشباب، عشرينات وتعبانين. اكل يا اخوانا اليومين دولت مسرطن ومهرمن، شيبسات وكاراتيه واندومي والحاجات دي كلها بتدمر يا اخوانا. سرطانات وفشل كلوي. نستنى ولا لما نلحق ننظف؟ يعني هو الراجل يلحق نفسه كان ممكن يحصل له حاجه.
وصفة سهلة خالص، 3 معالق قهوة كبار مع 3 لتر مية دافية أو سخنة، بتعملهم حقنة شرجية. حسيت إن أنت محتاج تاني بتعمل تاني، حسيت إن أنت محتاج تاني بتعمل تاني. الراجل ده يا إخوانا خد واجبه 15 لتر بس يعني. أيوه، هو دلوقتي ما إيه اتفاجئ بيها. فقلت لازم إن أنا إيه، عشان هو جاي تعبان، فأنا ما كانش ينفع إن أنا أسيبه وهو تعبان. فربنا كرمني بيه ولله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا. أنا بس حبيت إن أنا أوصل المعلومة مش أكتر يعني.